اكرامي، انا طلعت لك لايف مني ليك من غير متابعين، من غير حد تتلكك فيه وتاخده تشتمه وتقول عشان جاب سيرتي او عشان عمل او عشان سوى او عشان التلكيك بتاعتك اللي انا ما كنتش لاقيه لها نهايه. محدش يتكلم على الواتس يا جماعه عشان ما امسكش التليفون هبده في الارض. انا عامله اللايف من غير شات، مش عايزه اشوف كتابه حد جوه. انا من كام ساعه يا اكرامي انت حطيتني في موقف لا احسد عليه. انا حقيقي مش عارفه اتصرف في الموقف ده ازاي. من ساعه لايفك لغايه دلوقتي انا باخد قرار مش عارفه. انا باخد قرار مش عارفه. اخر حاجه توقعها اصلا انك تشهد عليا بالزور، ان تطلع لايف تقول لي ان الله حليم الستار. ليه؟ ليه انا؟ ليه انا؟ شفت مني ايه في الواتس وحش؟ شفت مني كلمه خارجه ليه؟ فين؟ انا عايز اسال سؤال واحد بس قدام الناس كلها. ليه بتشهد عليا زور؟ ليه طالع تقول الكلام ده؟ ليه؟ عشان مين؟ عشان مين؟ عشان مين وانا عارفه كل حاجه وساكته؟ عشان واحده شرموطه طلعت قالت لك يا خول ومسحت بيك بلاط اليوتيوب كله. انا ما قدرتش اقول لك لفظ خارج، بقول اخويا مش مكسور عيني وانت عارف ان انا مش مكسور عيني. طلعت مسحت بيكم اهلك بلاط اليوتيوب كله، ما قدرتش تقول لها انت بتقولي ايه، وانا اقول عشان اخويا واجي عشان متابعيني تتشتم. اتهدد بسحر وحنين، واتهدد ببتي واقول ماشي عشان الدنيا تمشي. اتهدد ان انت هتطلع تقول زي ايمن وفي بدلك مكالمه 100 مكالمه ومش معايا انا لوحدي. ان انت لو انا ما سكتش عن انتل هتطلع تقول لا زي ايمن هترمي بلاك، ومعايا بدل المكالمه مليون مكالمه. اقول ماشي ماشي. بيحبها بيحبها. ليه؟ انا بسأل سؤال. ليه تطلع تقول حاجه مش فيا؟ ليه؟ عشان مين؟ عشان واحده شرموطه؟ انا بطالبك تطلع اي حاجه بيني وبينك مش كويسه. انا بطالبك قدام اليوتيوب كله تطلع اي حاجه مش كويسه بيني وبينك. انت طلبت مني من يومين ان احنا نعمل فيلم عن الناس وتطلع تشتمني بالكذب واشتمك بالكذب. انا رفضت وانت عارف الكلام ده، عندي مكالمات وواتس. انا مجهزه حاجه تطلع بيها لايف، مش قادره اطلع لايف، مصدومه. انا كنت بسمع لايفك. طب ماشي ايمن واطي بتاع فلوس كلب، قلنا انت ابن ناس محترم عارف ربنا، اطلع اشتمني، اطلع اعمل لي بورن، لكن مش تطلع تصدق عليا كلام انت عارف ان هو مش موجود. انت عارف ان هو مش موجود. طب ليه؟ ما فكرتش في البيت ده؟ ما فكرتش في عيالي اللي طولي؟ ما فكرتش في بنتي؟ عملت فيك ايه وحش؟ انا كراسه عملت فيك ايه وحش؟ اما انت طلبت رقمي على المنتدى من اول قالوا عملتك بما يرضي الله، ولا خنتك ولا غدرت بيك ولا طلعت كلمه اصلا من واتسك ولا ايا كان خالص. ما غدرتش بيك في اي حاجه خالص. انت مش خايف من هبه ربنا؟ طب ماشي، اخصامنا بنشتمهم عشان هم بيقولوا علينا اوسخ من كده. الطبيعي اللي هيشتمنا هنشتمه، واللي هيعمل بورن هنعمل بورن، الطبيعي. لكن انت تطلع انت يا كافر يا كافر يا كافر. انت لغايه موضوع مصطفى اللبودي انت اللي قلت لي انشريه، انت اللي قايل لي انشريه. انا كل ده مجهزاه اطلع بيه، مش قادره اطلع بحاجه. دماغي مش قادره تستوعب، عقلي مش قادر يستوعب. شخوره اللي طيرت القناه عشانها انت مدخل عجه وبتسمعه وبتقرا تعليقاته. اللي انت ركبت عجه وخليته طرطر عليك في اليوتيوب كله. عجه اللي ملهوش تمام، عجه اللي ملهوش تمام، عجه اللي اخره فرد الشبشب. انا قفلت قناه شخوره عشان اهلك اتشطبوا، وانت عارف كده كويس واليوتيوب كله عارف كده كويس. في عز ما هي انتل ندى كانت بتفشخ اهلك، كان في عز ما هي بتفشخ اهلك
دخلت عجه يتحداني في اللايف ويقول لي اسمعي فضحتك. عقلي مش قادر يستوعب، دماغي مش قادره تستوعب حقيقي، اقسم بالله ما قادره استوعب ايه اللي بيحصل بالظبط. انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل بالظبط، انا مش فاهمه القصه دي كلها والفيلم كله ليه. انت عارف يا اكرامي ان انا ما اتكسرتش، وعارف ان انا ما فيش حاجه من دي عليا، واتحدى اليوتيوب كله تطلع واتس بتاعي انا برقمي عليه الحاجات دي. اصل مش ممكن يا اكرامي ان انا كنت بحبك كده ولا ماشيه معاك كده. اكيد في واتس بينا، طلعه 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 قدام الناس كلها. ما احنا ما نقولوش رشا شرموطه بالكلام، احنا عايزين فعل. انا انا اللي شلت طينك وشلت هبابك واستحملت الشرموطه ندى من اجلك، تقول لي ان الله حليم ستار؟ اح يا حليم ستار. حليم ستار على مين؟ اللي اتنكت 47 يوم، اتنكت 47 يوم وانت عارف ان انت نايكها. انت عارف ان في مكالمات تودي في داهيه يا اكرامي، وعارف في حاجات منيل الدنيا انت فيها، وعارف في واتس، وعارف في حاجات ياما قوي. ما يتقلاش حليم ستار وانا يتقال لي حليم ستار اللي ما طلعليش سطر. ده يا جبروت يا كفره يا كفره. ده انا حتى اخر حاجه مصوره عشان اطلع بيها اللايف، اما غيرت تليفوناتك انت مش مسجل مش مسجل رقم، وبسالك طب السكرينه دي جت منين؟ يعني انا معايا مليون دليل المفروض اطلع بيهم، انا ما طلعتش بحاجه ومش عايزه اطلع بحاجه. انا قلت عليك جدع وراجل، قلت عليك عندك ضمير، قلت عليك عندك ضمير، قلت عمرك في حق اما كان بيجي لي الكلام والمكالمات هسمعها وانت بتقول انا هطلع اعمل زي ايمن وارمي بلاي عليها. انا معايا ده كله مسجل، ما كنتش بتكلمني انا لوحدي، كذا حد قلت لهم يا جماعه بيقول كده عشان انا اخف على انتي. لا اكرامي عمره ما هيعمل كده، عمره ما هيعمل كده. بعت لي تهديد مع طوب الارض ان انا لو ما بعدتش عن انتل عشان تسيبك، مش حبا فيها، اوعي تفكري حبا فيك يا انتل. انا عندي اللي يكسرك يا انتل، انا عندي اللي يكسرك يا ندى، عندي واكرامي بيقول عليكي اوسخ الكلام، انا عندي كل حاجه. انا ما رضيتش اطلع الخاص بتاعك مع انه في براءتي، واحترمت الحته دي وسكت. هي طلعت لك خاص وطلعت لك مفبرك. انا معايا 45 مكالمه، في ال 45 مكالمه فيهم براءتي، وكان كلام ملوش اصلا في موضوع انتل، وقلت ماشي وسكت. اليوتيوب كله بيسأل انا ساكته ليه، ومحدش عارف انا ساكته ليه. انت لغايه انتل لغايه الفجر وانا برفع لك موضوع مصطفى اللبودي، اكرامي اللي قايل لي ارفعيه عشان عايز يخلص منك وما كانش عارف يخلص منك. اخر حاجه توقعها من اكرامي، وكل ده بالدليل موجود عندي، بس انا من الصدمه مش عارفه اطلع حاجه. انا من الصدمه حاضره حاجات اطلع بيها اللايف انا مش عارفه، اقسم بالله انا ما عارفه. اقسم بديني اخر حاجه اتوقعها في حياتي ان انت تشهد عليا شهاده زور. اقسم بديني اخر حاجه اتوقعها. كنت بحارب الدنيا كلها وبقول عليك انت جدع مش هتغلط ضميرك. جيت عمال تهدد وتبعت مع ناس على موضوع ايمن، قلت طب ايمن بياخد فلوس، بيطلع عليا عشان بياخد فلوس، طب ده مش هيعمل كده يا جماعه. تلاقوه متضايق عشان انتل شد عليه. ما تاخدوش على كلام اكرام، الطلب منك انا معايا بدل المكالمه مليون مكالمه، وانت بتقول لي ان ندى طالبه منك وهتمشي خالص وتختفى من اليوتيوب يوم ما تطلع عليا وتاكد عليا الكلام ده ببقك بتواريخ، ومش مكالمه واحده ولا 9 مكالمات ولا 9 مكالمات، وكل مكالمه ممكن يكون مدتها نص ساعه وبنتكلم في حاجه تانية، وبالصدفه يجي الكلام يا اكرامي وانت عارف تقول لي مطلوب ان انا اطلع اقول عليك ان كان في علاقه بينا. وانا يا رشا مش هقدر اعمل كده واظلمك. الناس لو سمعت المكالمات دي كلها والله العظيم هتزعل. انا نفسي مذهوله، انا نفسي مصدومه. في مكالمات كان بيني وبين اكرامي ما فيهاش موضوع انتل خالص، يمكن بنتكلم على شخاوي على ايا كان بيتفتح الموضوع بالصدفه. هتسمعوا كل الكلام ده، هتسمعوا كل الكلام ده، كل الكلام ده موجود. طالع النهارده تقول لي ان الله حليم الستار، الاقي عجه اللي انا نصرك عليه وعلى مراته عندك جوه وبيسب عرضي، وانت بتقول لي يا ابو محمود عندك شخاوي
وبتقول لي يا محلاوي عندك ندى اللي انت عارف ان هي ندى، وانت عارف مجدي بشلة عامل ايه، وعارف اخر مكالمه النهارده كانت بينا دايره ازاي، صح؟ بسبب مجدي بشلة. يعني انا معايا كل الدلائل، كل حاجه موجوده معايا. طب ليه؟ سؤال قدام الناس كلها دي، ليه؟ ليه مصمم ان انت تشهد فيا بالزور مع انك عارف ان ده مطلوب منك؟ وانت قلته في بدل المكالمه 9. انت مش هتختفي من اليوتيوب يا رشا غير اما اطلع اكد عليك الكلام ده، وانا مش هعمل ده لغايه